اهلا بكم من جديد. شكرا لجواد بدة. اذا ماميلودي سان داونز بطلا للمره الثانيه في تاريخه بعد هذا التعادل بهدف لمثله، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون مقابل. تفاصيل صغيره مشاهدينا، عرف الفريق الجنوب افريقي كيف يديرها بخبرة كبيرة منذ هدف الذهاب وحتى اللحظة القاسية التي عانى فيها في الشوط الأول أمام اندفاع وشراشة الجيش الملكي. تمكن من تسجيل هدف قاتل قد يعتبر نقطة تحول هذه المباراة، ركلة جزاء ضائعة في الشوط الثاني لحريمات الساقط أمامكم على الأرض جعلت الجيش الملكي يخرج نهائيا من هذه المباراة النهائية، وفوز ماميلودي سان داونز باللقب بعد لقب 2016. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس. كابتن ربيع، مباراة صعبة مشحونة، يمكن أن نعتبر أن الجيش الملكي أضاعها بالتفاصيل الصغيرة مثل ما يقال في عالم كرة القدم. ولكي تحرز الألقاب يجب أخذ على الاعتبار دائما التفاصيل الصغيرة، لكن ما شاهدناه اليوم هو امتداء لما كنا نقوله تقريبا طيلة هذا الموسم. أولا على مستوى النجاعات التهديفية لاحظنا بأن هذا العدد الكم من الفرص على الأقل أن تسجل أكثر من هدف، هذا ما لم ينجح فيه فريق الجيش الملكي، وبالتالي نتكلم على أنه من الصعب أن تشارك في مسابقة إفريقية، وهذا ممكن نقطة عرج عليها الأخ سامي قبل الاستوديو، ولا يكون لديك رأس حربة. قام بانتداب خابة، قام بانتداب بوريكا، هذا الثنائي لم يكن في مستوى التطلعات. ثم تكلمنا عن المستوى أو من الجانب الدفاعي، أعتقد بأنه دفاعيا ممكن نتكلم عنه أنه الفريق الجيش الملكي لم يستقبل ممكن أهداف. تكلمت ممكن قبل الاستوديو، أعطيت إحصائيات أنها هدفين، هي من بعض الإحصائيات الخادعة، لأنه لاحظنا اليوم كذلك ماميلودي سان داونز على مستوى الفرص اللي تحصل عليها سواء في مباراة الذهاب في الشوط الثاني وكذلك في الشوط الثاني كان بإمكان أنه يسجل على الأقل أو يضاعف النتيجة. أكيد بأنه النقطة الثالثة كذلك اللي نتكلم عليها هو على مستوى دكة الاحتياط، المدرب ماذا لديه؟ أول تغيير في الدقيقة 78 لا يعني أنه تأخر، لكن لا يتوفر على قطع الغيار المناسبة. ليس لديه لاعبين، يعني تقريبا تغييران اللي قام بهم بعد ما أدخل بوريغا مكان حمودان الذي لاحظنا بأنه تعبنا منه في الدقيقة السادسة بعد 90 بدخول الشماخلي وظهير أيسر مكان كارنيرو، وبدخول جلال الدين خفيف مكان اللاعب رضا سليم. لو كان المدرب لديه لاعبين على مستوى إدخالهم من أجل الانتعاشة ومن أجل ممكن الزج بلاعبين قادرين يصنعون الفارق على مستوى الوسط أو على مستوى الهجوم، كان سوف يقبل على 70 كان سوف يقبل على ذلك. بالمقابل تتكلم عن ماميلودي سان داونز، يعني تكلمنا على أنه تقريبا بفريقين، أول تغيير كان تقريبا بين الشوطين. هنا نوعية وجودة اللاعبين بخروج ليتلاكو الذي كان مهاجم ولم يكن نهائيا متواجد في الشوط الأول، وبإدخال اللاعب أليندي أصبح الفريق يلعب بالأربعة وسط ميدان عوض الثلاثة اللي كان في الشوط الأول، واللي كانت السيطرة بالمقابل لفريق الجيش الملكي والاعتماد ممكن على ليون وماتيوس في الهجوم. إضافة إلى أنه التغييرات توالت تقريبا بعد 10-15 دقيقة، عكس الذكة الاحتياط فريق الجيش الملكي في رأيي الشخصي التي كانت فقيرة جدا. ليست مسألة تأخر، لكن اتضح بأن فريق الجيش الملكي كان لم يمتلك نهائيا دكة احتياط قادر على أنه يقوم ممكن بالزج بها، وإن صح التعبير على مستوى الانتعاش البدنية، لأنه بعد الدقيقة 70 تعبنا من اللاعبين. والأكيد بأنه الجيش الملكي يجب أن لا يخجل من وصوله للنهائي، يعني تقريبا غياب لعقود. الموسم الماضي وصل للربع، هذا الموسم لاعب نهائي، وهذه المشاركة الثالثة أصلا في دوري الأبطال. المفروض على أنه فريق الجيش الملكي أنه يستمر ويشارك بانتظام، بدليل أن الفريق الذي فاز حاليا فاز في 2016 بعدما غاب لعقود كذلك قبل ذلك، وأصبح يشارك بانتظام ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي، ومن ثم بعد 10 سنوات يحرز هذا اللقب. ماميلودي سان داونز كذلك بصم على مشوار ممتاز وجيد،
والاكيد بانه لو احد الطرفين كان فاز كنا نتكلم على الاستحقاق، واستحق ماميلودي سانداونز هذا التفوق. وكما قلت جيش ملكي ليس لديه اي شيء ليخجل منه، وان يستمر للسنوات المقبله ان شاء الله في التواجد في هذه المسابقه. أول لقب كان في 2016، تتويج ماميلودي سانداونز اليوم كسر به الهيمنة الشمال الإفريقية. نتحدث عن 4 ألقاب للأهلي، لقبين للوداد، لقبين للترجي وبيراميدز الموسم الماضي. هذا يؤكد أنه هناك مشروع، إمكانيات متوفرة ولاعبين، وحتى تفكير وعقلية هذا الفريق تغيرت مقارنة مع السابق، حتى في الأشياء اللي ممكن أن تدخل في الخبث الكروي، تضييع الوقت، تأثير على الحكم، الوقوف أو استفزاز اللاعبين. تغير هذا الفريق في عقليته. هو الأهم بالنسبة لي لكونه الجيل اللي موجود في جنوب أفريقيا، وخصوصا في المنتخب تاع جنوب أفريقيا اللي ممثل معناتها أغلبيته من لاعبي فريق سان داونز، أظن لكونه جيل ممتاز معناتها على مستوى الجودة، على مستوى المهارات الفردية. هذه حاجة معناتها مهمة جدا في كرة القدم. أكيد اللي كونه التخطيط والبرمجة حاجة تنجم توصلك للألقاب، تنجم توصلك للتتويجات، لكن النوعية متاع اللاعبين اللي تمتلكها معناتها مهمة في أدوار متقدمة من بطولات كما الشامبيونز ليج الأفريقي. الحاجة الثانية هو لازمك تمتلك معناتها دكة احتياط. اليوم اللي خذل، انا بالنسبه لي اللي خذل بدرجه كبيره هو دكه الاحتياط، البنك نتاع الجيش الملكي. ما تنجمش تلوم على اللاعبين، معناتها اللاعبين قاموا بمباريات بطوليه كبيره وكبيره جدا، قاموا بمجهود على المستوى البدني، مجهود رائع، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. معناتها في بعض الاحيان اللي كونك حاجتك بلاعبين بعد 75 دقيقه من الركض ومن الضغط ومن المحاولات الفردية، المحاولات الجماعية، لازمك معناتها نفس جديد، لازمك على المستوى البدني انتعاشة جديدة. هذا اللي افتقدها، وظاهر اللي كونه المدرب